ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسله وسهل ما قد تعوك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يشاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توساك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي
السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك سيدنا النبي 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا 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 النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيد عبد القادر الجيلاني حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعد مسانه. خلق الخلق لحكمة وضوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره الكسمة. صلى الله عليه. فارسه مصرف خلق وجل أبيده رحمة. تعالى قدرته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتصرت آثار صرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المنان الذي تقرم به المنان وما ضم هذا الفرد بزمحرة الإحسان سورة كاملة تظهر في هيكل محمود فتعترف بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أسرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتصار فضله بالقريب والشاسع. صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من صرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتنهى في مجده وتعالى لاهضته العيون فيما استلته بصرا كاملا يزيح الدلال. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في سونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تأكل معانيه الجلال. صلى الله عليه. انتصر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بسرتنا آيته في ذكر الحكيم ببسارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. ومن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم
صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا الأبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا دلال الشرف الأسلي بوده وحبه ما أقطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم واسرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا طيبة يا طيبة يا دوا الأيام استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذري في القيام ذري في القيام ذري في القيام ذري يا طيبة يا طيبة يا دوا الأيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم المصدر المواهب هل ترى لحبيب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا
هدانا نصر لنا نلنا المنى دنا الأنا وفى الأنا والدهر أنجز وعده والبسر أدحم لنا بسرى لنا نلنا المنى زال الأنا فالأنا بشرى لنا نلنا المنى زال الأنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أدحم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا طيبة مدى نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال الأنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدخول أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتنجيم والتكريم نفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مسهود بالعين صلى الله عليه آمن لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتصرف به موطن استقراره موضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه وكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم سالة بصرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار دور وبار فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بأسر مئسار أوصاف ذلك الموصوف
تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تضرب الأقلام عن سؤول خير الأنام ولكن الزني إلى تدوين ما فته من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منصورة على مر الأيام مسرور والسنين داء التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التسوق إلى سماع أوصافها العديمة صلى الله عليه ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في سفاءة هذا النبي السافي ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد على القلم يهث ما حركته في الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا الأبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وسبعين الذي أحسن السمائل وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في سن هذا الحبيب من أحبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتنزه في أدائك الأسماء والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الحديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق مر في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي وأخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد عدت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاخرة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودع هذا النور المبين أسلام وبطون من شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصل اليد العلم القديم إلى من خصصته من تكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العديم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى صلب عبد الله فألقاه إلى بدنها فضمت وأنشاؤها بمعونة الله محافظة على هنك هذه الدرة وسويها صلى الله عليه وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسك منه ألما ولا عللا صلى الله عليه حتى مر سعر بعد سار من حمله وقرب وقت برز إلى عالم الشهادة تنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضلي
وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم وأشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. فإن قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرات كشفت كناء هذا المشطور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وأنبت الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تعنيسا لجنابها المشهود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. وأنظر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأعطى الوقت الذي رتب الله على قدر وجود هذا المولود فانفلق شبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أسرق الكون بهاجة بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فترابوا يا أهل المساني فحذر اليوم لغرات واستديئوا بجمالي فخفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير دائي مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي ولنا البصرى بساد مستمر لله سينفد حيث أوتينا أعطاء جمع الفخر المؤمن مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي فلربي كل حمد جل أن يسوره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي رسول الله أهلا بك النبي
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وإنا نهج السبيل كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغسى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله السلام مستمر يا الله كل حين تجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختون مكهولا مكتوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم قال ثم البست وجهته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس سلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله عليه. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه ولا العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بإعلانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عناد الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى. وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته لأن رحمة الله قريب من المحسنين. Yang dimaksud dengan iman itu mengucapkan dengan lisan, tasdiq bil janan, menerima dengan hati. Maka iman mengucapkan di lisan dan menerima di dalam hati. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh
Neka iman. Panjenengan tojuk tok kaula iman pangeran, tak usah abejeng, neka bener iman. Orang buduh neka. Tak usah pas Habib. Sing penting yakin, poso iku wajib. Tak usah poso, neka berarti orang bodoh. Apakah kita bisa masuk surga? Loh, katanya Allah rahmatan lil Allah rahmat. Katanya Allah rahmat, berarti kita sudah pasti masuk surga. Allah rahmat, rahmatullah gharibun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang sing bagus. Mon panjenengan juga nggih. Ngrepoti jenenge nggih. Ada kita al-ibadah, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, al-ibadah awwaluha murrun wa akhiruha hulwun. Panjenengan ibadah neka pertama kali ibadah neka murun pahit. Wa akhiruha, akhir dari ibadah neka hulwun manis. Panjenengan abejeng pertama leso aku maulid tak mare-mare murun pahit, cuma kalau sudah ketagihan hulwun. Tak maulid seminggu repot, tidak maulid satu minggu maka dia akan sumpek. Sudah biasa malam tahajud dipaksa pertama murun pahit, dipaksa biasa, lama-lama menjadi hulwun manis. Ndak tahajud, ndak tangi bengi, malah sompek. Malah sompek. Diibaratkan orang naik gunung. Munggah gunung nika leso, Pak. Sampai atas gunung baru dia merasakan, waduh, nikmat ya di dukur gunung ya. Melihat pemandangan yang nikmat di atas gunung ini ya. Sama ketika kita ibadah sama Allah, pertama pahit, tapi kalau sudah terbiasa maka akan merasakan lezatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Amin Allahumma amin. Syekh Abu Bakar bin Salim adabu man lam yujahid fil bidayat lam yasil ilal nihayat. Orang sing tak semangat dalam ibadah, masih kecil atau tidak pernah merasakan ibadah, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak ae kok ndak tahu sembahyang aku wali daya kon nggih. Alhamdulillah kita mendekati bulan Ramadan. Insyaallah sampai pada bulan Ramadan ya. Amin. Keluar dari bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Amin Allahumma amin. Awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu idkum minan nar. 10 pertama rahmat, setung sampai 10 rahmat. Tengah-tengah maghfirah, ampunannya Allah. 10 sampai 20 ampunannya Allah, maghfirah. Wa akhiru idkum minan nar. 21 sampai 30 adalah pembebasan dari api neraka. Wis lak ngono poso teko 21 sampai 30 Habib mare bebas tekan neraka. Bari sing pertama sampai 20 tak perlu fase. Sing fase cuma 21 sampai 30. Tak lolos. Bebas dari neraka ini dengan dengan syarat 2, rahmat sama maghfirah. Panjenengan kalau sudah dapat rahmatnya Allah, berarti panjenengan wis oleh maghfirahnya Allah. Kalau sudah dapat maghfirahnya Allah, berarti panjenengan bebas dari api neraka. Panjenengan sekolah nih kan, tak langsung universitas Pak, beda langsung S1 sobung. SD habis SD SMP, habis SMP SMA, baru masuk universitas.
Tak pas Bib. Elok 21 kali 30 Bib. Kan beda nggih. Kadang poso dipek ngarepe tok baru terakhir. Mari wis. Banyak biasanya orang-orang sing ngalakone Kang. Nggih. Kerja kadang Ramadan sedina sampai 3. Kemarinnya akhir-akhir 3 hari juga. Ngawur itu bukan poso jenenge. Ada satu bacaan. Ini amalan faedah ya. Barang siapa yang beri makanan bagi orang yang puasa, man fattara fihi shaiman, beri makanan bagi orang yang puasa, kana lahu maghfirah lidunubi, maka Allah akan mengampuni dosanya. Beri orang yang puasa. Wa'idku raqabatihi minan nar, maka Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Dan Allah akan memberi pahala kepada dia seperti pahalanya orang sing puasa. Makanya kalau panjenengan takjil itu dianjurkan. Panjenengan di nasi koneng saat ini. Oh kalau di 10 bagikan kepada orang yang puasa. Di masjid-masjid bagikan untuk memberi orang-orang yang lagi puasa. Oke. Nek saya takjil itu. Oh banyak sing watuk ini model. Ngomong mandek ya apa ceritanya? Tak tua tak enom mereka watuk bisa nek. Terakhir. Mon Pak Muji watuk beda alasan sing enom mereka. Dan guyon nggih. Dadi sadurunge poso cek aku duwe salah, mbok riyo salahku jero sepuro nggih. Ini bacaan yang perlu dianjurkan. Sebentar lagi kita baca bareng-bareng. Fastaksiru fiha min arba'ati khisal. Dianjurkan 4 sama Rasulullah. Khoslatani turdawna bihima rabbukum. Bacaan 2 ini Allah meridai kepada kalian. Apa bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Ini 2 bacaan yang diridhoi oleh Allah. Wa khaslatani la ghina lahuma ankum. Yang kedua kan ada 4. Yang 2 bacaan ini yang pasti kamu butuh kepada apa? Kepada bacaan ini. Naz'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Monggo bareng-bareng nggih. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini bacaan bukan untuk nunggu buka. Nggih, biasanya dibaca oh adentek buka bib kari ngarepe kelor, lodeh, enten. Ini bacaan dibaca mulai pagi sampai malam. Ini yang dianjurkan sama Rasulullah SAW. Dibaca mulai pagi sampai malam. Sing macun baca ngono, sing ngarit baca gitu. Ini bacaan bukan untuk menunggu buka. Cuma bacaan memang dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita puasa di bulan Ramadan. Insyaallah manfaat. Amin Allahumma amin ya.
Mudah-mudahan mendapatkan barokahnya Ramadan, hajat kita terpenuhi oleh Allah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Amin Allahumma amin. Rabbi anfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatil minal fitani. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما تنفكر من درار أوصاف محمد يدعو جودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل السعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من يتوجه الآمال فتعود ضابرة وعلى باب عزة تحت رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخاف في كل موت مواطن قرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وزاكي كرسي سالك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل القصد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضر من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وأذن جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره ووالاه وظهره وعم بركته وشربجة أولادنا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية دين القويم في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وزورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وافسد الآت ولاة الحج في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بالتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين وجعلنا يا رب في الحزن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحزن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحزن الحسين من جميع البلايا وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب محبوب للأسف الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخره دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.